دون صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد عضو الشرف الذهبي بنادي النصر يجهز بالاتفاق مع مجلس إدارة مسلي آل معمر مفاجآت كبرى إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق أشار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المراسل المقرب من البيت النصراوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدونات القصيرة تويتر إلى مواصلة الرمز وإدارة آل معمر عملهم من أجل إسعاد الجماهير. وبالتزامن مع تغريدة المراسل انتشر أكثر من خبر بشأن انتقال محتمل لعدد من النجوم المحليين والأجانب إلى قلعة العالمي على النحو التالي: الكولومبي خوان كوادرادو. شبكة يورو سبورت كشفت عن ترحيب جناح يوفنتوس الإيطالي بالانتقال إلى نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي ومزاملة رونالدو مرة أخرى، مودريتش ودي ماريا. أكدت شبكة ميركاتو دورينا على أن متوسط ميدان ريال مدريد لوكا مودريتش والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي واللذين ارتبطا بالنصر سينتقلان إلى الملاعب السعودية بشكل مؤكد في الموسم القادم 2023-2024. ناصر الدوسري متوسط ميدان نادي الهلال الذي دخل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير الحالي ظهر في أحد مخيمات نجوم النصر وسط رغبة قوية من إدارة آل معمر في ضمه. الكوستاريكي كيلور نافاس. صحيفة موندو ديبورتيفو أعلنت إتمام نادي النصر صفقة التعاقد مع حارس باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حيث اختار اللاعب الكوستاريكي مزاملة رونالدو. وفي هذا السياق أعلنت شبكة RMC سبورت رفض كيلور نافاس عرض نادي النصر بشكل رسمي، وهذا القرار بمثابة المفاجأة للملايين من جماهير النصر بعد أن أكدت تقارير عالمية خلال الساعات الماضية حسم الصفقة بتدخل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المنضم مؤخرا إلى قلعة العالمية. وكشفت الشبكة الفرنسية عن أن الحارس الكوستاريكي أبلغ الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر رغبته في البقاء بأوروبا واللعب في أحد الدوريات الخمس الكبرى. وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن توصل إدارة النصر لاتفاق مع نظيرتها في الفتح من أجل الحصول على خدمات نواف بوشل وشراء المدة المتبقية من عقده مع النموذج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وعرضت إدارة النصر 10 ملايين ريال والتخلي عن بعض من لاعبيه للفتح من أجل إتمام صفقة بوشل في الميركاتو. أوضحت مصادر مقربة من النادي العاصمي أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد تكفل بكامل صفقة انتقال اللاعب نواف بوشل بعد إتمام الاتفاق مع الفتح بشكل رسمي.